يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين على أجمل متابعين في الدنيا. صباحكم كله معطر بذكر الله، صباح كله طاقة وبركة ونشاط. النهاردة يا حبايبي هنبدأ روتين جديد وفيديو جديد، وهنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. كل بيت له حكاية، وحكايتي بتبدأ أول ما الشمس بتطلع. أنا مش سوبر وومن، بس بعمل اللي عليا، بحب أشارك يومي بكل صدق وبساطة. يمكن تلاقي نفسك فيا روتين، يمكن شبهك، يمكن يلهمك، بس أكيد إننا مع بعض أقوى. يلا نبدأ يومنا سوا، ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ يومنا بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا حبايبي روتين جميل وسهل وبسيط. النهاردة يا حبايبي أنا هغسل وهروق البيت. يعني روتين بيحصل كل يوم. آه كل ستات البيوت الشطار طبعا متعودين عليه. غسيل مع تنظيف مع الطبيخ مع غسيل مواعين مع أطفال، كله مع بعض. وكلنا طبعا متعودين على كده وقدها وقدود. زي ما انتوا شايفين حبايبي كده، انا بغسل على الغسالة العادية. بتنضف جدا جدا جدا، جميلة جميلة، وبتوفر معاكي في كل حاجة. كان في مسحوق، ان كان في كهرباء، ان كان في كميات مية، موفرة بصراحة. هي بتاخد منك مجهود ووقت، بس هي جميل. انا كده ما غسلتش غير بكيس اوكسي. الغسيل كله غسلت بكيس اوكسي ب10 جنيه. بصراحة الاوكسي ده جميل، بينظف ورغوته جميلة وريحته بتفضل في الهدوم جميل. طيب احنا طبعا لما بنيجي نغسل الغسيل لازم بنقسم الغسيل الابيض لوحده، والالوان لوحده، والغوامق لوحدها، صح؟ طيب انا اخدت كده الابيض وغسلته اول دور. ما كانش عندي ابيض كتير، كان عندي الوان اكتر. الاولاد زي ما انتوا عارفين كل يوم غيرين 3. على حسب بقى يعني. الاطفال ربنا يخليهم، هم اشقية شوية، فكل شوية لهم غيار. زي ما انتوا شايفين كده، دي تاني دور اطلعه من الغسالة. وانا بملى البانيو مية وبشطف فيه. لو ما عندكيش بانيو بيكون طبق كبير، بتملي مية وبتشطفي فيه عادي خالص. وما بتحسيش بالفرق، غير انك بتتعبي شوية، بس مش مشكلة. كله يهون في سبيل ان الهدوم تنضف. وما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اي فيديو بنزله يوصلك، عشان نكبر مع بعض ونكون عيلة. وانتي يا حبيبتي دي نصيحة مني ليكي. وانتي بتعملي اي شغل في البيت، اتكلمي مع ربنا، اذكر ربنا كتير، صلي على النبي. وانت شغالة كده، وانت بتنضفي، ادعي ربنا ان هو يقويكي، يريحك مثلا من حاجة يعني تعب تفكيرك، او مثلا دين عليكي. دايما افتكر ربنا عشان ربنا يفتكرك، وخليكي دايما صبورة. الروتين بيبقى اهدى لما بتذكري ربنا وبتصلي على رسول وبتعطري لسانك بذكر الله. بتحسي نفسك ان انت هادية خالص، وكل حاجة بتمشي معاكي سلسة، وبتحسي براحة يعني. مش عايزة اوصفلك الراحة دي بتكون عاملة ازاي. وخليكي دايما مواظبة ان يكون لكي ورد في بعد الصلاة، يعني تقري قرآن، تسبحي ربنا كتير. اكيد كلنا بنلاقي وقت فاضي، بنشغل وقتنا ان احنا يعني في حاجة مفيدة. نفتكر ربنا عشان ربنا يفتكرنا. كمان يا حبيبتي عندي ليكي نصيحة كمان. يعني في التنظيف وفي في الطبيخ وكل ده، يعني خدي وقتك، ما ترهقش نفسك. مش لازم تعملي كل حاجة في يوم واحد. يعني في ناس صحتها على قدها، فمش لازم تعملي كل حاجة في يوم واحد. عمر التنظيف او الطبيخ او المسيح او الكنيس ما بيخلصش. لا، بل بالعكس، صحتك هي اللي بتخلص. بس لازم تعملي ولادك ولبيتك. اعملي اللي تقدري عليه وارتاحي، من غير تأنيب ضمير، لان كل واحد ربنا مديله صحته على قده. فما ترهقش نفسك، ما تكونيش مثلا تعبانة وتقولي لا لازم البيت يخلص.
لازم محدش يجي يلاقي بيتي مثلا مكركب. لا، هو انت هتعملي كل يوم حاجة على قد مثلا ما تقدري. هنا يا حبايبي كده، شفتوني وانا بشطف الهدوم في البانيو، وكده نشرتهم معاكم. وهندخل بقى على الشقة. هو انا بصراحة بقى الشقة كانت نظيفة، بس الأوضة والصالة بس هما اللي كانوا مش نضاف. هما مش ما فيهمش اي حاجة. مكان الأولاد، مكانوا بيلعبوا، مكان أكل، مكان دهس، مكان أي حاجة. شايفين ما فيهاش أصلا أي حاجة. بس لازم كل يوم تنضفي حاجة، يعني ما تسيبش كل حاجة تراكم عليكي مرة واحدة. يعني نضفي مثلا النهاردة الصالة وأوضة، نضفي بكرة أوضة تانية وريسبشن، مطبخ، امسكي يوم يكون يوم مخصص للمطبخ. بحيث ان انت مثلا لو قعدت يومين ثلاثة ما مدتيش ايدك في الظرف. يعني المواعين والاكل وكده ده حاجة مفروغ منها، كل يوم بتتعمل. حتى غسيل البوتاجاز كل يوم بيتغسل بعد الاكل، بعد الشرب. عملت شاي وقعت على البوتاجاز، لبن فرع على البوتاجاز كده، لازم كل يوم بيتغسل بعد الاكل. سواء عملت فطار او عملت غدا او عملت اي حاجة. طيب انا هنا كنست كمان الصالة. وفي ناس بسم الله ما شاء الله بتكون بيوتها كبيرة، وصحتها على قدها، فما بتقدرش ان هي تعمل بيت كل مرة واحدة. انا عن نفسي ما بعملش بيتي كل مرة واحدة، انا بعمل حاجة حاجة. محدش بيجري ورايا. انا بعمل النهاردة مثلا اوضة وصالة. تاني يوم انا شقتي كلها 3 اوض وصالة ومطبخ. بس عندي الاوض صغيرة زي ما انتم شايفين، فما بتاخدش معايا وقت. انا ممكن اعملهم كل يوم كلهم في نفس اليوم، بس هيكون ارهاق عليا، او مش هلاقي وقت ان انا ارتاح فيه. وكل يوم هتلاقي آه يعني مكان الاولاد يلعبوا هنا، يتنططوا هنا، اكلوا حاجة حاجة. فكل يوم هتلاقي في جديد. الشغل ما بيخلصش اصلا. لا، ده صحتك هي اللي بتخلص والله مع الشغل. الشغل ما بيخلصش، ولا الاطفال بيبطلوا بهدلة. فاللهم المستعان، ربنا يقوينا ويصبرنا على اطفالنا، وربنا يخليهم لنا يا رب، ويبهدلوا واحنا ننظف. فربنا يخلي لكل واحد او كل واحدة اطفالها. الاطفال نعمة كبيرة جدا جدا، مش هيحس بيها غير المحروم منها. بس بصراحة ربنا يعطي كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة. هم على قد ما هم متعبين وبيتعبوكي في الزن وفي التنظيف وراهم وكل حاجة. بس والله هم نعمة كبيرة جدا جدا جدا، ولازم كل يوم نحمد ربنا على النعمة اللي هو ادهلنا. غيرنا مش طايل بص كده ضفر عيل. فنحمد ربنا ان هم اصلا بيوسخوا واحنا بننضف وراهم. دي في حد ذاتها دي نعمة. بصراحة انا بحمد ربنا عليها، وبتمنى ربنا يخليهم يا رب، ويفضلوا يبهدلوا وانا انضف وراهم. بس ربنا يخليهم لي يا رب، ويخلي لكل عين رجاها، ويرزق كل مشتاق يا رب، او كل حد ربنا ما رزقوش باطفال ربنا يرزقهم باطفال. والشغل ما بيخلص. معلش يا حبايبي، انا بعتذر لكم لو كلامي مش مترتب. انا ما بعرفش ان انا اتكلم اصلا. يعني هو اسجل صوتي، ما بعرفش ان انا اتكلم او افتح مواضيع. كلامي هتلاقوه متلخبط شويه. لان انا اول مره ان انا افتح قناه على اليوتيوب. فمش عارفه ان انا اتكلم، او تحسوني ان انا محرجه اتكلم. مش عندي كلام. آه، انا عايزه اتكلم معاكم كلام كتير 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 علشان نقرب من بعض. بس بصراحه انا ما عنديش كلام ان انا اقوله، ما بعرفش ان انا اتكلم او افتح مواضيع، او مش متدربه على كده. انا يعني في طبيعتي اصلا انا يعني قلت الكلام. حد كلمني بكلمه، محدش كلمني مش بكلمه يعني. فصعب عليا ان انا اجيب مواضيع وافتح كلام بس على قد ما بقدر الحاجة اللي انا مريت بيها، او حاجة نصيحة عايزة اقولها لكم ولا كده بقولها لكم. بس انا بصراحة ما بعرفش اتكلم.
اللي هو ارتب الكلام او ازوق الكلام. ما بعرفش ان انا يعني اجيب افكار كده واقعد اتكلم فيها وارتب كلام. ما مش يعني لسه يعني حاسه ان هو لسه بدري عليه شويه ان انا اعرف ارتب الكلام. بصراحه يعني علشان ما حدش يستغرب طريقه كلامي او يتريق عليا او يقول اي حاجه. انا والله بجد انا مش ما بعرفش اتكلم قدام كاميرا او تليفون او ان انا بسجل كده. ما بعرفش، بحس الافكار او بحس الكلام اللي انا حتى ببقى مجهزاه بيطير من مخي كده. ما بعرفش ان انا مش عارفه انا كنت هقول ايه، مش عارفه، نسيت اللي انا كنت محضراه. بتوتر، لما بتوتر ما افتكرش اي حاجه خالص. وبكده حبايبي نكون لمعت الأوضة كلها. بجد الجلانز دوت يعني بصراحة ما تقوليش ملمع خشب ولا أي حاجة. أنا بجيب الجلانز دوت وبلمع بيه الخشب. ولمعت بالتلاجة اهو. والله بجد بيشيل يعني لو شخبطت، أنا كان عندي شخبطة بالجاف، بالقلم الجاف على السراير. آه والله بجد طلعت من الجلانز. بتهيألي لو كنت جبت ملمع خشب ما كانتش طلعت. كده انا خلصت تلميع ولمعت التلاجة وفرشت الأوضة كده. فرشت السراير وفرشت الأرضية. انا الأوضة التانية ما بحبش اصور فيها خالص. انا بحب اصور هنا. حاسة ان الأوضة التانية يعني خصوصية، هي خاصة بيا انا بس. ما ينفعش ان انا اصور فيها. ورشيت كده معطر، ده من فريدة. وزي ما انتم شايفين كده ولعت النور اللي هو الالوان دوت. وسبت عيالي بيحبوه، بيناموا عليه، يعني هما بيحبوا يقدروا النور دوت وهم نايمين. وكمان الصالة كنت بعد ما مسحتها فرشتها كده. والحصيرة دي بتستحمل دهس ولادي، يعني كبوا عصير، كبوا شاي، كبوا اي حاجة بتستحمل بصراحة. زي ما انتم شايفين كده مسحت الحصيرة وعطرت الأوضة الصالة. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد. مع السلامة حبيب قلبي.